القصة بتاعتنا الترم الثاني بالثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش في بيت أحمد عرابي، واتفقوا إن هم لازم يعرضوا مطالب الشعب على الخديوي توفيق. أحمد عرابي خد المطالب وراح للخديوي توفيق، عرض عليه مطالب إيه؟ الشعب. الخديوي توفيق رد عليه رد شديد جدا، قال له: ما أنتم إلا عبيد إحسانا عندنا، أنا ورثتكم زي ما ورثت الأراضي والمباني، إزاي تطلبوا مني مطالب؟ عرابي رد عليه الرد التاريخي المعروف: والله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد بعد اليوم، احنا مش عقار، احنا مش بيوت. ونزل للشعب قال لهم: خلاص مفيش فايدة، مش موافق. وعملوا مظاهرة عابدين السلمية سنة 1881. لما حصروا قصر الخديوي توفيق، الخديوي توفيق اتصل بالانجليز، تواصل معهم واتفقوا الخديوي توفيق اتفق مع الانجليز اتفق معاهم ان هو هيسهل لهم دخول مصر ويأمنوا له منصبه وثروته وبيوته ومساكنه وكل حاجه. الاسطول الانجليزي دخل على حدود اسكندريه. عرابي خد الجيش والشعب وطلع على اسكندريه، حاربهم، قدر يمنعهم من الدخول. لفوا عن طريق قناه السويس. عرابي كان عايز يهدم قناه السويس، لكن دريسبس قال له: ما تخافش، هعمل ساتر حديدي همنعهم من دخول قناه السويس. وكان بالاتفاق مع الخديوي توفيق طبعا، وخان عرابي ودخل الاسطول الانجليزي قناه السويس، وعن طريق العباسيه وصل للقلعه اللي سلمها لهم خنفس بكل سهوله، اتفاق مع الخديوي توفيق، واصبحت مصر تحت الاحتلال الانجليزي. طبعا نسيوا الحقيقه اللي سجلها مازبيرو، ان الشعب دوت غير اي شعب، مش هيستسلم مهما حصل. عرابي كافح لكن توفى. كان لازم يبقى في زعيم مكانه، فتم الاختيار على مصطفى كامل يكمل مسيرة أحمد عرابي ويكون هو الزعيم الجديد. مصطفى كامل قال لك: لازم أمشي بطريقتين، طريق داخلي أو بوسيلتين، وسيلة داخل مصر ووسيلة خارج إيه؟ قال لك: داخل مصر لازم أقوم على بث الحركة الوطنية، أوحد الشعب، توحيد الجهود ضد المستعمر. وخارج مصر ان هو يدعو للقضيه المصريه في الخارج، في فرنسا، في مؤتمر الصلح، ويفهمهم ويفهم للعالم كله ان مصر دوله تريد استقلالها، تريد حريتها. في الوقت دوت اصدر جريده اسمها جريده اللواء، وهي كانت بمثابه شبه مدرسه تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم. وكان شعاره وقتها ان من يتسامح في حق بلاده ولو مرة واحدة بات أبد الدهر مزعزع العقيدة، أو يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة. مصطفى كامل ما سابش مؤتمر لما راحوا ودعا للقضية الفرنسية. في الوقت دوت حصلت حادثة دنشواي. 4 من جنود بريطانيا أو إنجلترا بيصطادوا ويلعبوا، فضربوا النار على امرأة أو سيدة فوق القصر، بيهزروا يعني، فقتلوها وولعوا البيت، جريوا وراهم. واحد منهم جاله ضربة شمس مات. لولد كرومر عمل محاكمة وهمية وحكم بإعدام 4 بالشنق طبعا، والسجن والجلد على آخرين، وكانت مذبحة. مصطفى كامل استغل الحادثة دي استغلال جيد جدا، ورسم صورة توضح مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وخاطب بيه العالم كله، العالم المتمدن، إن هو ينفع اللي بيحصل، ينفع الوضع اللي بيحصل، لدرجة إن هو خاطب الشعب الإنجليزي نفسه اللي بيحصل. الشعب الإنجليزي نزل عمل مظاهرة، وجريدة من جرايد اسمها المجلات في إنجلترا نادت ان مصر تاخد حريتها وان بريطانيا توفي بوعدها. ده اللي خلى او اضطر الحاكم البريطاني ان هو يلوم اللورد كرومر ويعزله عن منصبه بعد 24 سنة
كان هو الحاكم الشرعي للبلاد، وده كان أول انتصار للحركة الوطنية. مات مصطفى كامل وكان لازم يجي مكانه حد يكمل مسيرته. وقع الاختيار على محمد فريد. محمد فريد قال لك أنا هكمل بنفس الطريقة، وسيلة داخلية وسيلة خارجية. مشي بنفس طريق مصطفى كامل، ما سابش مؤتمر للصلح في فرنسا إلا لما حضروا بماله الخاص، كان معاه ثروة كبيرة، صرف كل ثروته عشان يدافع عن الوطن، ومات فقير عن بلده مريض مش لاقي يجيب حتى العلاج، وعمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كان مصطفى كامل ومحمد فريد دور كبير جدا في الوحدة الوطنية، أو إن المصريين يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، وكان بقى أصبح الشعب دائم المطالبة بحقوقه وواجباته. بعديهم جاء سعد زغلول. سعد زغلول خد 2 من صحابه، عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي، وراح للمندوب السامي البريطاني يطلب منه الإذن إن هو يروح مؤتمر الصلح في فرنسا عشان يدعو للحرية. مندوب السامي البريطاني قال له انت انا بعيد يا بابا، انت اهو انا مش بعيد. فسعد زغلول وقتها قال لك مفيش فايدة، محدش هيجيب لك حريتك إلا أنت. فنزل للشعب، ابتدى يوحدهم، ابتدى يقويهم، ابتدى يوحد عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، وبقى كلهم بيطالبوا بحرية البلاد. المندوب البريطاني أو الحكومة البريطانية لقت إن سعد زغلول خطر عليهم، فنفوه هو و3 من صحابه جزيرة مالطا، ودي كانت المرة الأولى. ودي كانت الشرارة اللي ولعت الشعب، خلت الشعب كله ينزل، رجالة وستات وولاد وأطفال وشباب ونساء، كله نزل يدعو إلى الإفراج عن سعد زغلول وحرية البلاد. الأول الحكومة البريطانية واجهت الكلام ده بعنف، ضرب نار وقتل، ما استسلموش، فضلوا مكملين. فلقت بريطانيا إن هي تهدي الأمور وتفرج عن سعد زغلول. مش بس كده، عايز تروح مؤتمر الصلح في فرنسا، روح. سعد زغلول راح مؤتمر الصلح في فرنسا، وكانت بريطانيا اتفقت مع فرنسا ان انت سيبي لي مصر وانا هسيب لك المغرب وتونس. فطبعا فرنسا وقفت مع حليفتها بريطانيا، فرجع سعد زغلول تاني مصر وقال كلمته المشهورة مفيش فايدة، ودعا إلى الوحدة الوطنية مرة أخرى، وإن إحنا ناخد حقنا بدراعنا، لأن مفيش حد هيجيب لك حقك. بريطانيا كانت عايزة تهدي الأمور، فبعتت لجنة بقيادة ميلنر عشان تدرس إيه سبب الثورة وتحط حلول ما يضايقش بريطانيا أو تثبت وجود بريطانيا في مصر. لجنة ميلنر طلبت تقعد مع سعد زغلول، رفض. حاولت تقعد مع أي حد من الشعب المصري، قعدت في مصر 3 شهور محدش قاعد معاهم، لأن هم كانوا شايفين إن لجنة ميلنر وهمية ملهاش أي لازمة. وسعد وحد تاني الشعب، فلقوا إن سعد خطر عليهم بيزيد، فنفوه للمرة الثانية إلى جزيرة سيشل. قامت ثورة تانية كانت أشد من الأولى، وفي المرة الثانية قطعوا البضائع والمواصلات وطرق السكة الحديد، فما لقوش فايدة إن هم يفرجوا عن سعد زغلول، وإن هم تعلن بريطانيا إلغاء الحماية البريطانية مع التمسك ب4 تحفظات. 1، إحنا هنسيبكم ونمشي، بس إحنا هنقعد معاكم عشان نحمي طرق المواصلات وتجارتهم، بس إحنا هنسيبكم ونمشي، بس هنقعد معاكم عشان نحمي الأقليات، بس إحنا هنسيبكم ونمشي، بس هنقعد معاكم عشان نحل المشكلة بينكم وبين السودان، بس إحنا هنسيبكم ونمشي، بس هنقعد معاكم عشان ندافع عنكم ضد أي دخيل. فطبعا كان استقلال وهمي، لأن بريطانيا فضلت متمسكة بالتحفظات ال4. في الوقت دوت بريطانيا أو الأعداء شافوا إن مصر مش هينفع نحاربها وجها لوجه،
فنخليها تتفك، هم يحاربوا بعض. فدخلوا إلينا ما يسمى الأحزاب السياسية، والأول مرة يدخل التفتت والانتصار داخل مصر، وابتدت بريطانيا هي اللي تتحكم في الأحزاب السياسية، وبقى الفساد منتشر جدا في مصر، وبقى الحزب اللي يوافق عليه الحزب التاني يرفضه، وده يطلب حاجة التاني يرفضها. كان كل هم الأحزاب السياسية في الفترة دي الحكم، وانتشرت جدا الفساد من الرشوة والمحسوبية وصلة القرابة والجلب الممنوعات زي المخدرات. في الوقت دوت مصر دخلت مع الدول، هي والدول العربية، في حربها مع اليهود في فلسطين. فأحد من مقربين الملك استغل منصبه وكان عايز يكسب فلوس كتير قوي، واشترى صفقة سلاح فاسد. الجيش المصري خد السلاح وراح فلسطين يحارب. أظهر في الأول نشاط ملحوظ جدا مع إن معاه أسلحة بايظة، لكن صمد وأظهر نشاط ملحوظ وقوة، لكن في الآخر تم احتلال فلسطين. في الوقت دوت طبعا هي حامية كان اسمها حامية الفالوجة، وكان بيحاربها جيش إسرائيلي مكون من 11,000 عسكري، ولكن صمدوا ضدهم وأظهروا من المهارة والبسالة. كلمة تانية ولا بيطلع؟ اسمعش صوتك تاني. لغاية ما جت ثورة 23 يوليو 1952، اجتمع الضباط الأحرار أو ما يسمى الضباط الأحرار في الجيش، في جماعة منهم جماعة عبد الناصر، وأعلنوا حق الشعب في الحرية والحياة الكريمة والبلد، ولازم الظلم ده يخلص. وخرج العملاق من سجنه ثورة 1952 إن لازم الشعب ياخد حريته ويعيش حياة كريمة. ساعتها وقف زعيم الأمة وقال لهم إن عندنا لازم الأول نحيي الزعماء اللي ضحوا بنفسهم، لازم نتجه نحو الإصلاح، لازم نعمل مشروع قومي يقوي مصر، لأن عندنا نوعين من الحرية، حرية مصونة وحرية كاذبة. الحرية المصونة هي الحرية اللي يحميها المصانع والمزارع، إن الشعب يبقى يجد قوت يومه بنفسه، ما يستلفش من حد ولا يعتمد على حد. لكن الحرية الكاذبة هي الحرية لدولة تعتمد على غيرها في الصناعة والزراعة والطعام والشراب والسلاح. فعمل مشروع قومي اللي هو السد العالي، ابتدى يولد كهرباء. السد العالي قدرنا نزرع بيه 2 مليون فدان، قدرنا نزرع منه 700,000 فدان من الأرز كل عام. أصبحت مصر تواكب البناء والتقدم، أصبحت مصر من الدول اللي اقتصادها بيقوى، إن هي عندها اكتفاء ذاتي في الرز وبقى فيه زيادة وهيصدر. ده الكلام اللي ما عجبش العالم. إزاي مصر هتبقى قوية؟ لا، لازم نوقعها تاني، لازم نهدها. في الوقت دوت اجتمع العالم كله ازاي يوقعوا مصر، فطلع جمال عبد الناصر واعلن تأميم قناة السويس، وان قناة السويس ترجع تاني لمصر بعد ما كانت سنين طويلة جدا تحت الحكم الانجليزي الفرنساوي، اللي هما الاثنين اللي بيديروا القناة وهم بياخدوا فلوسها وبيتحكموا في كل حاجة فيها. في الوقت دوت العالم كله اجتمع عشان خاطر يرجع تاني قناة السويس او ياخدها. كانت حجة مصر أقوى، فقررت 3 دول تهجم على مصر في وقت واحد تحت قيادة كيدلي القائد بتاع العدوان الثلاثي، وحدد 6 أيام هيكون مصر كلها محتلة، مش قناة السويس بس. ال3 دول هما إسرائيل وفرنسا وإنجلترا. العدوان الثلاثي على مصر كان في 3 أماكن، كان في 3 أماكن مش في مكان واحد. في فرنسا هجمت عن طريق الاسطول بتاعها، انجلترا هجمت على بورسعيد، اسرائيل هجمت على سيناء. كان في نماذج مشرفه جدا
ضحت بنفسها. هنحكي النماذج دي بعد كده اقول لك ايه اللي حصل في الحرب كله. شاويش محمد، شاويش مصري، كان القبيله اللي اسمه دوت كان القبيله بتاعته او الكتيبه بتاعته التبه 183. هو راجع كان اجازه، عرف ان حصل هجوم او ضرب، قرر يقطع اجازته يحاول يرجع. لقى عربيه ماشيه او مسافه او قصيم، ركبها على حدودها، لقى ان ضرب شديد، نزل قعد يركب من موصله لموصله لغايه ما راح لكتيبته. قدر يشجع كتيبته ويوقفهم ويرصهم في مكانها، قال لهم احنا هنحارب وندافع. وقفوا بقوتهم ضد الدبابات الاسرائيليه والطيارات الاسرائيليه. هجمت عليهم بعض المدافع والدبابات والطيارات، وقفوا في اماكنهم في التبه 183. ابتدوا كانوا عاملين زي الخيال، يطلعوا يضربوا ويخشوا. كانوا محتاجين طول الليل بيضربوا، محتاجين حاجه تديهم امل لبكره. لغايه ما جه الضابط صالح، طياره بترمي عليهم ورق عشان يستسلموا، مرضوش، ضربتهم بالنار. فجاي كان معاه قذيفه ضد الدبابات. لما الطياره قربت منه ضربت القذيفه، دمرت الطيارات. عرفوا ان الطياره لما تقرب منهم بقذيفه ضد الدبابات دمر الطياره. ده اداهم امل للصبح. الصبح قعدوا يضربوا الدبابات والطيارات، وفي اخر اليوم بيعملوا حصيله الحرب، لقوا ان لم يخسر جنديا واحدا الشيخ محمد، لكن هم خسروا قوات كثيره جدا، حوالي 12 مصفحه واكثر من 200 قتيل. الشيخ محمد عرفوا القياده بتاعته اللي عمله ورقوه لملازم تاني. مشهد تاني، فتيات مكتب البرق بورسعيد. مكتب البرق هو مكتب الاتصالات والمواصلات اللي بيربط بين القاهره وبورسعيد. هم كانوا عاوزين يقطعوه ويحتلوه باي طريقه. الاربع فتيات دافعوا عنه دفاع مرير لغايه ما جه المقاومه الشعبيه يساعدوهم. فواحد من الجنود عايز يظهر ان المكتب بقى تحت قيادتهم، تسلل على السطح وحط علم ابيض ان احنا بنستسلم يعني. فالمقاومه الشعبيه لما لقوا العلم الابيض خلاص مشوا. فاحد الفتيات عرفت دوت، فطلعت ضربت نار ورمت العلم الابيض عشان توصل رساله للمقاومه الشعبيه ان احنا لسه ما استسلمناش. رجعوا تاني وحاربوا معاهم لغايه ما صدر قرار بوقف اطلاق النار من الجانبين. موقف تاني في فرنسا، الضابطين البحريين جلال الدسوقي وعلي صالح لما عرفوا ان الاسطول الفرنساوي دخل من البحر من اسكندريه يعني، طلعوا بزورقين الى عرض البحر وطلعوا يضربوهم. اولا جلال دسوقي اختار اكبر مدرعه عندهم واقواهم ومحمله بالسلاح، وضربها بصاروخ او توربيد، قعدت تتهز لغايه ما غرقت. وهم راجعين علي صالح نقى برضو مدرعه او مدمره ودمرها. وهم راجعين جت الطيارات من فوقيهم حوالي 12 طياره، قعدوا يضربوهم بالرصاص. كانوا ممكن ينطوا في الميه ويسلموا نفسهم، رفضوا، قرروا يحاربوا لغايه ما استشهدوا. من برضو المواقف الثانيه الطالب جواد حسني. جواد حسني خد بعض الاسلحه وراح على مجموعه من الجيش الفرنسي، وقعد يوزع السلاح ويضربهم في كل حته كانهم بيحاربهم جيش مش واحد، لغايه ما قعدوا يضربوا قنابل، داخ وتعب وتم القبض عليه. عذبوه بكل الطرق الممكنه عشان يقول لهم معلومات عن الجيش المصري واماكن الجيش واماكن السلاح، رفض. كتب قصته بالدم على السجن او اللي هو كان معسكر الاسر بورفؤاد واستشهد. كان في كتائب من عندهم اسمها الشياطين الحمر، كانوا بينزلوا بالطيارات. كان الجيش والشعب بيقفوا فوق البيوت بيصطادوهم عشان ينزلوا الارض ميتين. ظهر من المقاومه الشعبيه الكثير والكثير اللي خلت مصر تصد ضد الثلاث دول قوه اللي هو العدوان الثلاثي، وتوصل رساله لكتلي اللي حط 6 ايام يحتل بيها مصر. قدرت مصر في وقت اقل من ال6 ايام ان هي تحارب 3 دول وتكسبهم وتطردهم بره البلاد. لكن بعد ده كله انتوا عارفين الشعب المصري لما بيكسب بيبقى الفرحه عنده فظيعه. قدرت اسرائيل ان هي تخش سنه 1967 وتحتل سيناء.
ودي كانت بالنسبه لنا نكسه، ازاي نحارب 3 دول ومنهم دوله تيجي تاخدنا وتحتلنا عادي خالص. مصر لما تم احتلال سيناء قررت ان هي تعيد جيشها وما تستسلمش، وبدات ب3 مراحل، او قسمت الحرب ل3 مراحل. اول مرحله اسمها مرحله الصمود، انا هصمد. ولما صمدت عملت حاجتين، اول حاجه تدمير المدمره ايلات، المدمره دي سفينه كبيره عسكريه. 2 التدعيم او هزيمه اسرائيل في معركه المدفعات في قناه السويس، او المدفعيه في قناه السويس. الصمود حاجتين، اول حاجه تدمير المدمره ايلات. انت تعرف كل مرحله وحصل فيها ايه. مرحله الصمود ان احنا هنبين للعالم كله ان احنا صامدين، هنبين لاسرائيل ان احنا صامدين مش هنستسلم. 1 اغراق المدمره ايلات، صاروخ وغرقناها. 2 هزيمه اسرائيل في موقعة المدافع على قناه السويس. في الفتره دي ايضا واحنا في فتره الصمود دعمنا القضيه الفلسطينيه، ان فلسطين تاخد حريتها. فاصبح الامر ده شوكه في عنق اسرائيل. بدينا المرحله الثانيه، مرحله الردع، ان ابعدك عني، ان انا اصدك، ان اعمل لك خسائر تخليك ترجع مش تتقدم. انا عملت مرحله ايه؟ الصمود، عملت بيها حاجتين: 1 اغراق المدمره ايلات، 2 هزيمه اسرائيل في موقعة المدافع عند قناه السويس. مرحله الردع حصل فيها 4 حاجات. اول حاجه رد ضربات العدو، هتضربني هضربك، ودق حصونه، هكسر لك بعض الحصون اللي انت بتعملها. 2 تسلل بعض الفدائيين لاسرائيل او الجانب الثاني وعملوا بعض الخسائر للجيش الاسرائيلي. 3 انتصار المصريين في جزيرة شدوان. جزيرة شدوان تعتبر من أهم الأشياء اللي إسرائيل نفسها فيها حتى وقتنا هذا. هجموا على جزيرة شدوان وكان فيها عدد مصريين أو جيش مصري قليل وسلاح قليل. حاولوا إسرائيل إن هم يحققوا نصر إعلامي، إن إحنا بعد ما احتلينا إسرائيل احتلينا سيناء هنحتل حاجة تانية. فإسرائيل قررت تحتل جزيرة شدوان وفيها جيش قليل وسلاح قليل، لكن المصريين اللي كانوا فيها أظهروا من المهارة والإقدام والشجاعة إن هم يصدوا الاحتلال ده ويحاربوهم ويطردوهم من الجزيرة على حدود البحر الأحمر. رابع حاجة، احنا دمر في الصمود أغرقنا المدمرة إيه؟ إيلات، صح؟ في الردع هدمر المينا إيلات كلها. المينا مكان مبني عملوه، حطوا فيه المراكب بالأسلحة بالمعدات بالأكل بالشرب بالعربيات بكل حاجة، عشان دي هتجيلهم من إسرائيل على سيناء. احنا قدرنا بخطة محكمة من الضفادع البشرية ان هم ينزلوا بطيارات في البحر المتوسط في البحر الأحمر، ومعاهم قنابل يزرعوها في أماكن محددة وتنفجر في نفس اللحظة، ودمرنا مينا إيلات بكل اللي كانوا فيه. بعد كده انتقلنا للمرحلة الثالثة، المباداة. يبقى احنا بدأنا بالصمود، صح؟ ثم الردع، ثم المباداة. المباداة بقى انا اللي هضرب، انا اللي هبدأ، انا اللي هعمل لك خسارة. وقعدنا نضرب من البر والجو والبحر، واصبحت نعبر القناة ونعمل عمليات ونرجع تاني. واستطاعت مصر بشعبها وجيشها ان هي تدخل الرعب في مش اسرائيل بس، ده العالم كله. فاسرائيل قالت لا، انا لازم اعمل بقى امن نفسي. فعملت انشاء خط بالريف، وقالوا لك ده اقوى خط او مانع ترابي في العالم، محدش هيقدر يعديه. دي رقم 1. رقم 2، هنعمل في الميه خزانات مواد ملتهبه عشان اي عمليات فدائيه في الميه يولعوا. لكن امريكا زودتهم بالاقوى انواع الاسلحه والدبابات والطائرات. لكن قدرنا كشعب مصر ان احنا نحط خطه لقياده انور السادات، وقدرنا نرجع سيناء في 6 ساعات. بدأنا بالطيارات، دمرت كل مواقع الاتصال، ثم جه المهندسين
بنوا ممر عشان تعدي عليه الدبابات، ثم بدأوا العسكريين والجنود يدمروا خط بارليف بالمياه. تفوق كل الأسلحة، سلاح الطيران، سلاح المهندسين، سلاح الميليشيا، وسلاح الجنود، وعبرنا القناة واحتلناها. وظهر بعض المواقف القوية جدا، يعني مثلا مهندس رموا قنبلة على الممر عشان يتدمر، المهندس دوت جري وخد القنبلة وجاي يرميها بعيد، رمى نفسه فقعد فيه ومات، بس نقذ الممر بالناس اللي عليه. مسكوا طبيب مصري قعدوا يعذبوه، عشان قالوا له احنا عارفين ان الجندي المصري بياخد برشام يخليه مستعد يموت ويضحي بنفسه، ايه العلاج ده؟ فالدكتور المصري اعتقد ان هم مخابيل مجانين، قعدوا يعذبوه لغايه ما قال لهم احنا بناخد برشام اسمه برشام الشجاعه. فقالوا ان احنا عرفنا سر قوه المصريين برشام الشجاعه، وابتدوا يدوروا عليه. مع قوه وايمان الجيش المصري قدرنا ننتصر، وراح انور السادات لغايه عندهم وقال لهم رغم ان احنا انتصرنا الا احنا بندعو الى السلام، لان احنا شعب السلام. وعادت مصر لينا، وعرف وقتها العالم كله بعد حرب اكتوبر ان هم مش هيقدروا يحتلونا وجها لوجه، ولكن يقدروا يحتلونا من بعد، اللي هي الحريه الكاذبه، احتلال وحده.